جلاد الزمالك اهلاوي، شريف المخيف اهلاوي. جلاد الزمالك الراجل جايب 7 تجوان في الزمالك وجايب جون في انبي، يعني 8 تجوان في الزمالك، مع الاهلي حوالي 7. حلاوه الصفقه دي في حاجات، ان الصفقه جايه لك فري، يعني مش هتدفع بس غير فلوس للاعب. بصراحه اللاعب اشتراك، يعني اللاعب قاعد مستنيك بعد ما سمعنا وقلنا، وانا كمان واحد من الناس قلت ان الشريف على اعتاب الزمالك، وده حقيقي، شريف فعلا كان اعتاب نادي الزمالك. بس احنا عندنا من وجهه نظري كذا مشكله في الصفقه دي. اولا ان الشريف جاي وانت عندك وسام وانت عندك جراديشار، صعب دلوقتي حد يلعب على وسام ومن بعده جراديشار، ما انا مش رايح اجيب لعيب اجنبي وبديله بالعمله الصعبه عشان اقعده. انت دلوقتي يا شريف كنت بتزعل لما كنت بتقعد لكهربا احتياطي، طب دلوقتي ده انت عندك 2 هتقعد لهم، يعني انت دكه حلو، انا شايف ان انت دكه حلو وجميل قوي، يعني عنديش ادنى مشكله فيها خالص. انت بقى مش هيبقى عندك مشكله في الكلام ده. فكر برضه ان الاهلي راح يجيب لعيبه كبار، احنا عايزين بقى ننزل بمعدل شويه، يعني شريف برضه 30 سنه، احنا يا جماعه عايزين نعمل مشروع بقى لعيبه صغيرين بقى. احنا بنجيب كل المراكز وسايبين ابو نسب، انت قاعد يا ابو نسب ولا ايه يا جدعان؟ اليمين يا جدعان ابوس ايديكم، كفايه هجوم، كفايه هجوم وسط ملعب. اليمين ها اليمين والنبي هيرفع اليمين، الناس دي كلها محدش هيرفع لها. انت يعني الناس دي كنت عمال تجيب هجوم، مفيش حد يرفع لها يا حبيبي، مفيش حد يرفع للناس دي. اعتقد ان احنا محتاجين ننزل بعد كده في اعمار السن شويه. حلو الشريف خليه معاك دكه، هتعوزه برضه لما وسام يروح منتخب فلسطين. جراديشار برضه بدنيا دايما مش احسن حاجه، هينفعك برضه شريف، بس اهم حاجه بس حد يشتغل معاه عشان ما يقعدش يلو بوزه زي ما كان بيعمل ويطلع عينه الفتره اللي فاتت.